ترامب يفجر الجدل من جديد. خلال جولة اقتصادية في بنسلفانيا، صرح الرئيس دونالد ترامب أن الأمريكيين يمكنهم مواجهة ارتفاع الأسعار بشراء أقلام وألعاب أقل لأطفالهم. التصريح اشتعل على السوشيال ميديا، وانتقده كثيرون لأنه منفصل عن الواقع، خصوصاً مع الأزمة المعيشية التي تضرب الأسر الأمريكية. الإعلاميون والكوميديون سخروا من الفكرة، معتبرين أنها محاولة للهروب من مسؤولية سياساته الاقتصادية التي يقال إنها ساهمت في رفع الأسعار. باختصار، ترامب يقول وفروا حتى على أطفالكم. والناس ردوا: الأزمة ليس لعبة يا ترامب. The one thing you need steel. You know, you can give up certain products. You can give up pencils. Because under the China policy, you know, every child can get 37 pencils. They only need one or two, you know. They don't need that many. But you always need steel. You don't need $37 for your daughter. 2 or 3 is nice, but you don't need $37. So we're doing things right. We're running this country right. We're also